السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. في هذا الوقت في ناس تطلع تجيب خبز، في ناس تطلع تجيب قشطة، في ناس تطلع تجيب قهوة زي حالاتي. كنت بلف مع ذا اللفة وطلع غلط. الله شو الأخبار؟ شو العلوم؟ قال افطرت، قال تقهويت مع التمر. أبغاك تاكل التمر مطبق السنة، يعني إني مطبق السنة، ولا أنت بس عشان أبوك وعشان الجماعة تاكل تمر، ولا ما ودك بالتمر؟ عارفك أنا سذوب، بس تاكل تمر قدامهم بالبيت. لو يشوفك أبوك مد ايدك على السمبوسة ولا على القيمات ولا على العصير قبل التمر، رصك بمخمس. عاوز تبوظ شارع ربنا. المهم قال افطرت، قال تقهويت، قال لا، قال ما افطرت. اللي بيزعل من الحكمة هذه واللي بيرضى بكيفكم صراحة. أنا مقتنع فيها وسوف أقنعكم بها بالقوة. لقد وصلت إلى المكان المقصود. صار لي كل شوي أدخل حارة، أبي أجي المحل من الخلف، فأدخل حارة وأجي وأطلع على الخط العام ألقى المحل وراي. إنا لله وإنا راجعون. وأمشي قدام ثم أدخل حارة، ثم أجي من الخلف، ثم أطلع على الخط العام وألقى المحل وراي. المحل ذا ما هو براضي يجي قدامي، وأرجع أدخل حارة وأبعد وأتعمق في الحارة، ثم طلعت على الخط العام يوم شفت المحل وراي. حزب الشاهي طيب. تصدق إنه ما قد طرأ علي إن في أحد أول ما يفطر بشاهي، بس أكيد فيه. بالله إذا في أحد ارفعوا يديكم. يعني ممكن أنا أشرب شاهي بعد الفطور، أتقهوى وأفطر، لا خلاص ممكن شاهي تزيل يجعد الرأس، ما هو مشكلة. بس الشاهي مع الفطور والله ما أدري. عموما جائز ومن حق أبسط حقوقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمرة الثانية. مسلم عليكم العصر والحين أسلم عليكم، وأسلم عليكم دايم، وسلام الله عليكم جميعا، ورحمته وبركاته وغفرانه وسكينته، ويمدكم الله بمدد من عنده، ويسدد الله رميكم، يبارك الله في أنفسكم وفي أهلكم وفي حلالكم وفي مالكم وفي حياتكم كلها، تشوفوا البركة قدامكم. أول شيء آسف للي أرسل إيصاله ودي إني أنزله ولا نزلته، أو وده إني أنزله ولا نزلته، لأنه من الصعب إني أنزل كلها، آلاف مؤلفة ما شاء الله تبارك الله، ما أقدر. والشيء الثاني الخاص عندي كذا الرسائل كذا، ما في واحد أبي أفتح رسالته ركزت عليه، كل ما أفتح رسالة ثانية كذا يلعب، ما أقدر مرة، ما أقدر. لكن يكفي إن الله جل جلاله يعلمها، ويكفي إن الصدقات هذه من يمينكم أو من أيمانكم إلى يمين الله جل جلاله. والحمد لله على التمام. الفرج الكبير 1، والفرج الكبير 2، والفرج الكبير 3، والليلة الفرج الكبير 4، ومستمرين بإذن الله إلى الفرج الكبير. ما أدري كم بيكون رقمه، لكنها ليلة 27 إن شاء الله ليلة القدر. وفرج ليلة القدر بإذن الله ليلة 27 بتكون مليونية، أكثر من فاتورة طبعا، بتتحدد في وقتها بإذن الله. اليوم سألتني سائلة تقول ليش سميتها الفرج الكبير، وأنا جاوبت بجواب نص جواب، لكن الحين بجاوب جواب كامل. الفرج الكبير لأنه فرج للجميع، فرج لصاحب الفاتورة يطيح الدين منه، اللي هو ماخذه بسبب علاج، بسبب بناء منزل، بسبب اللي هو أمور الدنيا اللي أنتم خابرين، ويرجع الحق لصاحبه، وهذا فرج عليه، صاحبه بعد يبي حقه، وتنفك الخدمات، وهذا فرج. وفرج لنا جميعا. الصدقة إذا تصدق الإنسان فرج الله أول شيء عن نفسه، ودفع الله بها البلاء عنك أنت أولا، وشفاء وصحة ورحمة ومغفرة وأجر كبير لك، أنت المستفيد الأول. وصاحب الدين كون يطيح عنه هذا الهم هو المستفيد الثاني. وأحب أبشر الجميع أن الجميع داخل معنا في النية العامة، والجميع مستفيد، ولكن لا شك أن اللي يدفع استفادته أكثر، لكن اللي ما قدر يدفع أجره معنا، وربك كريم مكتوب أنك معنا. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومن أسباب تسميتي له بالفرج الكبير أنها فواتير كبيرة، وأصحابها مبطين عشعش الهم في رؤوسهم وفي قلوبهم، وما من ليل أمسوا وهم يبكون، وما من ليل ضاقت بهم الدنيا بما رحبت، وما من ليل طلع من البيت ضايق، وما من ليل. اللي موقف الخدمات يسمع كلامي بيقول عنك نفس صادق. وطالت بهم السنين، ليالي وأيام ثقيلة على النفس، آن الأوان لانفراجها، ولهذا سميتها الفرج الكبير.
لكن السبب الرئيس أنها فرج للجميع.